بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وحبيب إله العالمين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أبارك لكم أيها الجمع الحاضر هذه الأيام السعيدة التي فيها أكرمنا الله عز وجل بمثل أبي عبد الله الحسين وسيد الساجدين وعلي الأكبر وقمر بني هاشم، وأيضا أكرمنا الله بولادة مولاي الإمام المنتظر المهدي. أسأل الله عز وجل أن نكون حيث يحب ويرضى ويرضي قلبه الطاهر عنا، وأن يوفقنا أن نكون من المسارعين في قضاء حوائجه. مقطع من زيارة الإمام المهدي سلام الله عليه في يوم الجمعة. المقطع هيك يقول: أيها الأحبة، أنتظرك وأنتظر ظهور الحق على يديك، وأسأل الله عز وجل أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني من المنتظرين لك. هذه العبارة أيها الأحبة تستوجب السؤال، لأنه إذا تلاحظون في هذه الزيارة، أولا الزيارة تعلمنا أنه إحنا ندعي، خلينا نقول أنه إحنا منتظرين. أنتظرك، لاحظوا، وأنتظر ظهور الحق على يديك. بعد هذا الادعاء نشوف الزيارة تعلمنا أنه إحنا نطلب من الله عز وجل أن نكون من المنتظرين. زين، أنا لما أقول أنا من المنتظرين، جاي أقول أنتظرك وأنتظر ظهور الحق على يديك، أنا جاي أقولها. زين، شنو داعي بعد أقول وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني من المنتظرين لك؟ لما أنا بالمرحلة الأولى جاي أقول أنه أنا أنتظرك، يعني جاي أنا متلبس بهذه الصفة، فبعد ذلك أطلب. ليش أطلب أنه يجعلني ما دام أنه أنا جاي أقول أنا من المنتظرين؟ هذه نقطة كلش مهمة أيها الأحبة، لأنه ممكن صفة الانتظار أيها الأعزاء، أقول على نفسي، أقول احتمال أنه أنا أتصور نفسي أنه أنا منتظر. صفات المنتظر ما متوفرة بي، ولكن دافعي صحيح. يعني أنا مو أريد أرائي أنه أنا منتظر، ولا أريد قضية معينة أريد أوصل لها مصلحة دنيوية قصيرة فهل أقول أنا من أنتظرك. لا، وإنما أنا صادق بي. ولكن مو كل إنسان لما يكون صادق في الانتظار، يعني في أن يريد أن يكون منتظرا، يكون أصاب. فأريد من الله عز وجل أن يأخذ بيدي أن أكون من المنتظرين. خاف أنا أتصور نفسي منتظر، عند نفسي أنه أنا منتظر، ولكن أنا مشتبه، مو هيجي الانتظار، مو هيجي. فأطلب من الله عز وجل أن يرزقني أن أكون من المنتظرين. هذه بها
عدة نقاط. واضح أن صفة الانتظار في حالة تحققها أيها الأحبة من أكثر الأعمال ثوابا. لما سئلوا أهل البيت أكثر الأعمال ثوابا انتظار الفرج، كان الجواب هذا. فإذا هواية درجة عالية أنه الواحد يكون منتظر. فخاف أنا مشتبه، أنا أتصور نفسي أنه أنا منتظر، أطلب من الله، أقول يا رب أنت تدري بقلبي أنه أنا فعلا أنتظر الإمام. فخاف عندي تصرفات، سلوكيات، أخلاقيات ما تنسجم ويا المنتظر. أنت نبهني ووجهني حتى أنا أكون منتظر. أعزائي، تعالوا بالبداية نحاول أنه كل واحد يكتشف، كل واحد من عنده يكتشف نفسه، لأنه صفة الانتظار عالية، كلش عالية. فحقيقة خلونا نكتشف أنفسنا أنه إحنا نماذج من المنتظرين أم لا، ومن خلالها أيضا نعرف ناخذ أمثلة على المنتظر اللي يستاهل هاي الكلمة، شنو يحصل أجر ومكانة وسمو ورفعة وأثر النفسي علينا شنو. أعزائي، راح ناخذ 3 عينات، كل إحنا يا الحاضرين راح نقول ذولا يستاهلون صفة المنتظر. 3 عينات مختلفة، مو من انتظار صاحب الأمر سلام الله، لا لا لا، انتظار. نقول يا شنو رأيكم هذا؟ قول لي لا والله هذا منتظر لأمر ما. ناخذ 3 عينات. شخص مريض، شخص مريض ينتظر شنو؟ شفاء. بالله عليكم اكو مريض ما ينتظر شفاء؟ ها؟ نوعين، شبابنا الاعزاء اخصكم بالذكر، اكو مريض يعاني من مرضه وهو ما يريد الشفاء. اذا كل مريض ينتظر الشفاء، هذا لا نختلف عليه. هذا لما ينتظر حالة الشفاء اكو شيء منزعج من عنده. هل ينتظر حالة الشفاء ولا ليش شيل من الشفاء؟ حالة المرض زعجت، المعاناة اللي بالمرض مسببة إلى إزعاج، فينتظر الفرج. إذا سجلوا وياي، هذا منتظر الشفاء، منزعج من حالة المرض. 2 هذا من النقاط. 3 نوعين، هذا اكو لو يقولوا له اي علاج يسبب انه انت تروح للشفاء، يتحرك عنه لو يتحرك الى بجهه قويه، شده قويه. لو يقولوا له علاجك اذا فلوس غاليه يحاول يلمن الفلوس حتى يوصل لهذا العلاج حتى يسرع الشفاء. إذا مكان بعيد ممكن يشد حزامه ويسافر لهذا البعيد حتى يجيب العلاج. خلينا نسميها فشي. فكل شيء يصب في أن يعجل شفاءه ما راح يقصر هذا المنتظر للشفاء. شنو اللي يعجل شفاءه؟ ما راح يقصر بهذا المجال، يتحرك حتى يوصل. إذا هذه كانت عينة، منتظر منزعج من شيء ويترقب شيء ويفعل كل ما يصب في وصوله إلى الشفاء. هذه عينة وهذه صفات. خلوا هذا على صفحة، نرجع ناخذ عينة ثانية. واحد ابنه مسافر ومنتظر رجعت ابنه، صحيح تختلف عن ذيك. ابنه مسافر بعيد، هسه هذا منتظر ابن وابوه او ام متعلقه بابنه، متعلقه بابنها، تنتظر وينتظر جية ابنه.
ابنه صار له كذا والعلاقة طيبة، يعني مو تقول واحد متضايق من الثاني. فهذا يقول لك يابا مثلا ابو فلان هذا ابنه صار له زمان مفارقه، منتظر جيته، ايه صار سنين ما جاي يشوفه، شلون ولد وشلون اب. جيد. منزعج من شنو؟ منزعج من فراق. الفراق مسبب له ازعاج. شنو اللي يترقب يوصل له؟ اللقاء بابنه. اثنين، اي شيء يسهل جية ابنه ورجوع ابنه الاحضانه ما راح يقصر. ده هذه معينه ثانيه من الانتظار بها هذه الصفات الثلاثه. اعزائي، هذا هم خلوه على صفحه. وانا اتمنى من الاخوه اذا عنده اي اعتراض استفهام على العينات، لان بعدين نرد نستدل على اساسها. هاي عينه ثانيه، ناخذ عينات مختلفه. العينه الثالثه تاجر اشترى بضاعه، ذب فلوسه كلها بهاي البضاعه، هو جاب هاي البضاعه صار كساد بالسوق، جاب كل فلوسه خلاها على هاي البضاعه. جاب بضاعه، هو جاب البضاعه بالسوق انشل. هذا التاجر تشكون انه ينتظر حركه السوق؟ اكو واحد يشك يقول لا يا هذا مو بحال السوق، تحرك ولا مبويه كل فلوسه خلاها انا بعد البضاعه جابها. تعبيرنا من الله يريد السوق شنو؟ يتحرك ويبيع. اذا هو ينتظر انه السوق يتحرك. اثنين، منزعج من كساد السوق. واي شيء اعلان جوائز عنده استعداد يسوي اعلان ويعطي جوائز حتى شنو؟ يحرك السوق. اذا دنها مثلث، هذه عينه مختلفه، منتظر وبها هاي الصفات الثلاثه. اذا نقدر على اساس هذا الاستنتاج العقلي اخذنا نماذج، وكل شيء تنتظره، كل شيء تنتظره بهاي الصفات الثلاثه. هذه كافيه، هذين ثلاث عينات. تعالوا لصاحب الامر والزمان. خلينا نشوف انا منتظر لو لا. شلون اكتشف ذن الثلاثه اللي شفناها الموجودات بكل عينات الانتظار؟ اذا موجودات ذن ثلاثه بيه بالنسبه لصاحب الامر انا منتظر. اما اذا لا ما موجودات او بعضهن موجودات وبعضهن مو موجودات، فمعناته الانتظار مالتي ادعائي مو صدق. يا تعالوا اعزائي، احنا ننتظر صاحب الامر والزمان، شنو نريد من جيته؟ اطرح هذا السؤال على نفسك وانا اسئله على نفسي. يا احبائي، شنو نريد من جية صاحب الامر والزمان؟ شنو اللي ننتظره؟ اختصر لك، يقول ننتظر العدل. ننتظر العدل. ها؟ ننتظر شنو؟ جيته شنو؟ العدل يملأها. هذه ننتظر العدل. نوعين، انا اتعمد اكرر هالكلمه. ها اخو، انا اريد صاحب الزمان ليش؟ حتى بس اباوع له؟ ها؟ باوع لا، اريده ينشر العدل. فاذا انتظر العدل ان يسود وينتشر على وجه هذه البسيطه. منزعج من شنو؟ ننتظر العدل. منزعجين من الظلم. ليش هالظلم هذا جاي يصير؟ زين. اذا المنتظر لصاحب الامر والزمان منزعج من الظلم، ينتظر العدل. ايش اكو عوامل تقرب الفرج؟ المفروض ما يقصر مثل ذنيك العينات. ايش اكو شغله تقرب الفرج هو ما يقصر بهذه العامل اللي يقرب الفرج. اعزائي، تعالوا خلونا ندور لنا الصفات بنفوسنا.
يابا أنا منزعج من الظلم، يصير واحد منزعج من الظلم وهو يظلم؟ واحد يقول أنا أنتظر صاحب الأمر، يابا إذا تنتظر معناته أنت منزعج من الظلم. يصير المنزعج من الظلم يظلم؟ وهؤلاء يخدع نفسه. أمير المؤمنين سلام الله عليه نور عين أحبتي واقعا، حتى ليش قلت لكم بالزيارة أنتظر ظهور الحق على يديك، لكن أريد وأقول وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني من المنتظرين. خاف أنا بشتبه أتصور نفسي منتظر. يابا المنتظر منزعج من الظلم، معناته يكره الظلم، معناته أنه يحب العدل. أمير المؤمنين أيها الأحبة سلام الله عليه، إجا واحد اعترف على نفسه بأنه مرتكب زنا وهو متزوج. عندنا بالشريعة اللي يعترف بالزنا 4 مرات وهو متزوج، يعني عنده زوجة يقدر يشبع غريزته، والزنا هذا يسموه محصن، يرجموه يدفنوه ويرجموه. ايش سوى أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ قال لهم باكر أريد كل من يريد يرجم هذا الرجل خليه يجي ملثم بحيث الصفة ما يعرف، ورا صلاة الصبح نرجم هذا الرجال. نور عين رحمة الله والديكم، اللي يريد يرجم هذا الرجل باكر خليه يجي ملثم، نصلي صلاة الصبح ونروح نرجمه بحيث واحد ما يعرف الثاني. شنو اللي يريد يوصل أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ صلوا صلاة الصبح وفعلا كلها ملثمة، اجوا ملثمين بس عيون بعد واحد ما يعرف اللي بصفوا منه. هسه تعرف ليش الإمام قال تلثموا؟ طلع الإمام شاف عدد كلش كبير واقف، قال لهم اللي مسوي نفس الشغلة، اللي مسوي نفس الشغلة لا يجي يرجم، ما يصير. هو مسوي الغلطة يجي يضرب واحد مسوي هاي الغلطة، انسحبوا بحيث عدد كلش قليل بقى. أمير المؤمنين أخذهم وراحوا ورجموا. فأنا إذا أنتظر العدل وأكره الظلم ما يصير أنا أصير ظالم. على الأقل بشر أخطأ مو معصوم. مرة أصيح على مرتي سمرتي من يوم قبلها مرتي بالبيت من أضربها راجع على وجهها، إيش ما أدري من يحكي، ما حد يحكي، الله يدري. هذا ابني 5 سنوات، أنا صاير عصبي مزاجي الآن تعبان، بس نشوف إيش صاير بدون حق وضربت راجع هذا الابن، جريته وقطفتها ذاك الصوت بدون داعي، لأنه ابني من يحكي وياه يقول يا على كيفك ترى هذا ظلم، على كيفك ترى هذا ظلم. بس هذا ما طفل، حتى لو غلطان طفل شلته وقطفته ذاك الصوت ليش؟ هاي تصير الظالم، صرت انا ظالم واسمي روحي شنو؟ انتظرك. يابا ما يصير، الظالم ما ينتظر، من يرفع الظلم، اللي يستنكر الظلم يرفض الظلم باعتبار انا بشر اخطا عشان اصلح نفسي. شريك من المريض اصير منتظر ظالم ما يصير، لانه هو منتظر العداله. واحد منتظر العداله هو يصير ظالم، صدق تحكي. فايها الاحبه الله يرعاكم، انتظرك وانتظر ظهور الحق. انا انتظر العدل اللي على يدك وانا اصير ظالم، ضايج من الظلم وانا اصير ظالم. يا هل اقدر، يا اللي جوا ايدي موظف جوا ايدي، فلاح جوا ايدي، عامل جوا ايدي، اظلمهم. قول لهم ما يصير بعد تجيب تقول انا انتظر ومكاره الظلم واصير ظالم. ايها الاحبه، وكل ما يصب في قالت انه الفرج يقرب، شنو هو؟ والله يا اخوان انه احنا نصير كمؤمنين قلب على قلب. يوم اللي اعتبر كرامتك يا المؤمن من كرامتي، اذا اهانوك
مو أجي أنا لأنه بيناتنا سوء تفاهم أجي أسخر وأستهزئ، لا. يوم اللي قلبي وقلبك يصير واحد تغلط وياي أقول فدوة، يعني ما يستاهل علي ابن ابي طالب الخطر على ابن ابي طالب اسامحه، خليه تولد الحق بس شوي، كان عصبي حكى لو صدق كذب، اذا ما سويها عشاير وقوامه ويدز مشي، قولي عبرها شويه، سهله، خلي سود المحبه. فيا اعزائي على كلامهم انه لو كانوا المؤمنين على قلب واحد احنا نجي ويشوفونا ويلتقون بينا، إذا يصيرون شنو؟ على قلب واحد. أما إذا بعضنا متربص البعض وين وصلنا؟ بس انتوا قولوا لي إيه ولا ماكو الآن الشيعة جماعة فلانية إذا يتفجر فد ملغم بالجهة الفلانية ذول يقولون حي بيهم، أقول له لا. ماكو جهة شيعية تقول يا ريت لو يعطونا مجال كان ملخناهم قطعناهم، هذول منو؟ المنتج قطع ذولا جماعة والله الشيعة والله مؤمنين والله جماعة علي بن ابي طالب اختلفوا وياك والله لو يهدون عليهم والله كان قطعنا الشيعة. هذا منتفع وهذا عدو الانتظار، هذا يبعد الفرج مو يقرب الفرج. أيها الأحبة، فتوصل إلى درجات بالعكس نحاول إحنا أنه نكون قلب على قلب، على الأقل الله يكون يسمعني يا رب أنا أصير ضعيف أصير أناني بس توفقني أنه أنا أكون خدمة شيعة أمير المؤمنين، شنو اللي أقدر؟ ممكن مرة تعبان مرة منزعج بس أنت يا رب أنت قوي، أنا أريدها أنت كريم قايل ايش تريد أعطيكم، أنا أريد من عندك وفقني أن أخدم شيعة أمير المؤمنين، أكون بخدمة شيعة أمير المؤمنين، مو أقول هذا قرايبي وهذا ابن عمي وهذا جسمي، لا شيعة مو أمين. خلي أذكر فد مثل حتى إن شاء الله ما أطول إليكم لأن أنا مقرر ما أقرأ أكثر من نص ساعة حتى الله يسلمكم. فالمثال أذكر الآن أن نشوف الانتظار الحقيقي شو يسوي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأنا هم أقولها وأنا متأكد حكينا هذا يوصل لصاحب الأمر والزمان. القرآن يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون الأئمة، حكي راح يوصل لصاحب الأمر. أنا أتمنى أن أقول، لا تصورون أنا قاعد هنا معناته هذا الحكي أنا كله فارغ من عنده وانتهي وأنا نموذج راقي من المنتظرين وجاي أعلمكم. والله أسمع نفسي أنا جاي أعيد كلام أهل البيت وأعتبر نفسي واحد قاعد بنصهم، وهذا الكلام أحرج نفسي به على الأقل. أحبتي، الراوي يقول الإمام الصادق قاعد يجي شايب كل الشاي من بعيد سلم السلام عليكم. الإمام الصادق عليه السلام قال له وعليكم السلام ورحمة الله، أدنوا مني قرب لي. هذا الشايب يجي، الإمام الصادق قاعد، المنظر رسموه وإن شاء الله أحاول أكون دقيق الرسم. إجا هذا الشايب قاعد يم الإمام الصادق، الإمام قال له تعال لي، طه هاي الرخصة، قاعد أخذ إيد الإمام الصادق، باس إيد الإمام نوعين، باس إيد الإمام وهي شيلت راس من إيد الإمام وهي طقت بكي. وتدرون شايب ويبكي والفت يصير. فسأل الإمام الصادق عليه السلام نور عين، يا شيخ ما يبكيك ليش تبكي؟ قال أنا مقيم على رجاء منكم منذ ما يقارب 100 سنة، أقول هذا اليوم هذا الأسبوع هذا الشهر
هذا السنة ولا أراه فيكم، أفتلومني أن أبكي؟ هو يبقى الإمام الصادق حكى بصفة خميس لازم حكي قبل، مو شنو مقصوده؟ يقول له سيدي أنا كل يوم أقول اليوم راح يصير حكومة أهل البيت، الأسبوع الجاي يصير حكومة أهل البيت، الشهر الجاي يصير حكومة أهل البيت، السنة الجاية تصير حكومة أهل البيت، وما ما صارت حكومتهم، وتقول لي ليش تبكي؟ أسأل نفسي، تريد تسأل نفسك بكيفك؟ أنا هم أبكي لأن تعطلت حكومة الإمام المهدي. هذا بكي، هذا الرجال بكي ونجح وهسه شوفون هذا بكي. ليش؟ لأنه إذا الغاية أريد العدالة تسود، غياب العدالة المفروض بكيني. قل مولاي وينك سيدي؟ تدري كم واحد انظلم، شو واحد أكلوا بحقه أذوهم، هانوا الدين، هانوا المقدسات، سيدي سيدي. فما اجيت هالسنة سيدي، وهذا يصير عندي دموع وبكاء. هذا الرجال بكى، قال له أنا مقيم على رجاء منكم منذ نحو 100 سنة، أقول هذا اليوم، هذا الشهر، هذا الأسبوع، هذا الشهر، هذه السنة، ولا أراه فيكم، أفتلومني أن أبكي؟ خلى الإمام الصادق يبكي. معناتها حكي شنو؟ حكي قلب. الإمام الصادق بكي، معناتها هذا الرجل صادق. الله يبكي لأن حكومة أهل البيت ما صارت. إيش قد عندها علاقة بحكومة أهل البيت؟ أقول لك حكومة أهل البيت شنو ميزتها؟ يوزعون ديعان، لو رواتب عالية يعطون. هو منتظر حكومة أهل البيت ليش؟ يعطون رواتب عالية، يوزعون ديعان. هذا بالمقطع نفسه اللي قريناه، أنتظرك وأنتظر ظهورا حق. الله حق، أنا أريد الحق. حتى لو الحق يقولوا لي أنت يا جعفر كنت انظر براشدي، انتظر هلبي انظر براشدي ويسود الحق، ما يخالف. وهكذا شيء بسيط بقية الأمور. فقال له الإمام الصادق يا نور عيني، قال له يا شيخ إذا مد أجلك، الله طول عمرك وصارت حكومتنا، أنت معنا، طيب هاي الحكومة معنا. لا، وإذا جاء أجلك ومتت، شوفوا صفة الانتظار ايش تعطي. هذا منتظر له لا نور عين، لما يجي والإمام الصادق يجي يستقبله ويتفاعل وياه. شوفوا فائدة الانتظار شنو بالمقطع الثاني. قال له إذا أنت عشت وصارت حكومتنا أنت ويانا، وإذا لا متت وما لحقت على حكومتنا. شلون وصف؟ قال له فأنت معنا في ثقل رسول الله. تدرون في ثقل باللغة العربية شنو معناته؟ ماكو الخاصين يسمون ثقل. ثقل ماكو الأشخاص الخاصين وعادي. كنت معنا في ثقل رسول الله. صح هذا الرجل، قال إذا لا أبالي، صارت حكومتكم أهلا وسهلا، ما لحقت على حكومتكم متت، ما راح تبقى حسرة، تصير بذكر رسول الله. إذا هذا الرجل شقد رائع. أيها الأحساء، أيها الأحبة، فكون أنا وياك حقيقة ندور، أنتظر الحق، ما يصير أنا أصير ظالم. أنتظر الحق، لازم أعرف الحق شنو. لأن دورات أكو ناس يدعون الحق وأصفق لهم وأشجعهم، هم باطل. أنا قشمر نفسي على ذول الحق، والله إيه والله أريد لهم شيلة الرأس وأريد عزتهم. هم لا، هم أعداء الحق، بس مصالحنا مرتبطة وياهم، والحلوة العشرة وياهم، وقرايبنا وجماعتنا. فأسأل الله عز وجل إن شاء الله، هذا حتى أكثر من نص ساعة ما أخذ من وقتكم. يا صاحب الأمر أدركنا، يا صاحب الأمر أدركنا، فليس لنا ورد هني
ولا عيش لنا رغد. طالت ليالي الانتظار، فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غدو أكحل بطلعتك الغر لنا مقلا، يكاد يأتي على إنسانك الرمل. إلهي ومولاي وسيدي، اليوم الأحباب الله يحفظهم جمعونا بهذا المكان اللي مربوط باسم أبي الفضل العباس سلام الله عليه، وهواية يحب عمنا صاحب الأمر والزمان. سمعت بعرفة يرحمكم الله، بعرفة يتداولون بيناتهم هم بعض الأحبة، يقول أنه واحد ملتقي قال له سيدي أنت بالموسم تحضر عندنا بالروايات، بعرفة وين تتواجد عادة؟ عرفة. قال هم المجلس اللي بيه ذكر عمي العباس بعرفة أنا هناك أكون موجود. فإحنا نقول له المكان كله باسم عمك يا مولاي يا صاحب الأمر، من وسط الجمع الطيب، من وسط هذه الجهود المباركة اللي بذلت حتى إن شاء الله نجتمع في هذه الأجواء الطيبة الجميلة، أقول اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلنا من المنتظرين لبزوغ لانكشاف تلك الغيوم عن شمس الولاية عن صاحب الأمر والزمان. إلهي نقسم عليك بسفيرك في الأرض صاحب الأمر والزمان، وفقنا لما يسعد قلبه، وفقنا لأن نكون من المسارعين في قضاء حوائجه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ونسأل الله عز وجل أن يكون جمعنا هذا يدخل نسمة سرور وسعادة إلى قلبه إن شاء الله، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على يا قوي. أحسنت. جزاكم الله خيرا، موفقين ان شاء الله. مولاي الحبيب تاج راسي، الله يعينك. انا اقدر استخلص ان شاء الله. اجعل عندي برنامج متعب. شيخنا الحبيب الله يسلمك. اقبل ايدك. لا جدا الله يحفظك. جدا طبيعي. الله يحفظك. الله يسلمك. جزاك الله الله يرعاك. الله يسلمك. الله عندك الدعاء. ناس مقبول الله يسلمك ان شاء الله. جزاك نسال الله الله خير. يسدد خطاك ان شاء الله نشوفكم سيدي. جزاك الله خير. موفقين يا نور عين. الله يا يسلمك. مان الله.